سلك. في بداية السلك في نقطة اسمها اكس، اي نقطة على السلك هنا هي اكس طالما مفيش حاجة جت اعاقة للسلك. زي ايه؟ زي المقاومة دي، الجزء ده كله اي نقطة عليه اسمها اكس، انما الجزء ده ما بيبقاش اكس، بيبقى اي نقطة تانية. تمام؟ ده بس ايه اول حاجة حابب اوضحها عشان لما ندخل في الحل باستخدام النقاط. طيب لو جينا نشوف هنا، انا دلوقتي انا عندي البداية اكس، البداية A والنهاية B. طيب مش انا قلت اي جزء اي نقطة هنا ممكن اسميها ايه طالما هي قبل المقاومة؟ تمام، يعني ممكن النقطة دي اسميها ايه. طيب مش ده سلك؟ تمام، يعني اي نقطة ايه. طيب وده سلك اهو اهو اهو، يعني اي نقطة عليه ايه. تمام، يعني ممكن دي اسميها ايه. بنفس الكلام النقطة دي B، يعني اي نقطة على الجزء ده اسمها B. تمام، يعني دي ممكن اسميها B. وده سلك اهو، اي نقطة عليه B. تمام، فالنقطة دي هتبقى B. طيب نيجي نحل، ادي ال A وادي ال B، ال A اللي هي المدخل وال B اللي هي المخرج. تمام، ادي نقطة وادي نقطة. انا عندي من ال A لل B في مقاومة اللي هي 8 اهي، اشطب عليها ادي المقاومة 8 اوم. ومن ال A لل B في مقاومة اللي هي دي اهي، اشطب عليها ادي ال A لل B في مقاومة. ومن ال A لل B في مقاومة اشطب عليها ادي 8 اوم. وتوصلنا من الشكل ده اللي هو كان ممكن يخوف واللي هو شكله يعني معقد شوية للشكل البسيط ده. 3 مقاومات متوصلين على التوازي. قلنا ليه على التوازي؟ لان لو انا خدت النقطة دي والنقطة دي للمقاومة 8 اوم هلاقيها نفس البداية ونفس النهاية للمقاومة دي، ونفس البداية ونفس النهاية للمقاومة دي. هتبقى المقاومة المكافئة ل3 مقاومات بتساوي 1 على المقاومة الأولى زائد 1 على المقاومة التانية زائد 1 على المقاومة التالتة. يبقى المقاومة المكافئة بتساوي 1 على الناتج اللي هيطلع من هنا تساوي كام اوم. وده أول مثال وضحنا بيه توصيل المقاومات بواسطة النقاط، وإن شاء الله هناخد مثال تاني.